السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور والصباح البنات. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا رب. اليوم طلعت عليكم فيديو جديد. اليوم راح نشارك معكم بعض التغييرات كنت درتها في الصالون تاعي. راح نوريكم واش شريت وواش بدلت فيه، وراح نشارك معكم يعني واحد الموضوع راح نخليكم في نهايه الفيديو. اول حاجه هنا كما راكم تشوفوا هنا راني مع الساعه. هذه الساعه شريتها في الصيف وطولت ما ركبتهاش لانه كنت يعني نستنى في حوايج بزاف نديرهم كامل مع بعضها فرد مره. وهذو التغييرات البنات كنت درتهم قبل الولاده ومازال يعني مازال حويجات يعني كل واحد يمشي قدو كيما نقولوا حسب ميزانيته. اشاك فوا نشري حاجه واشاك فوا يعني ندير حاجه في الصالون. يعني حوايج اللي في بالي كامل راني مسطرتهم. وين يعني نقدر كيما نقولوا وين تتيح لي الفرصه نشري هذيك الحاجه ولا هذيك الديكور اللي حاباته. المهم راني راسمه هكذا في راسي حابه نوصل ليها. هنا البنات كما راكم تشوفوني ركبت هذه الساعه كنت وريتها لكم من شريتها انا وبنت خالي، يعني من ركبتها في دار خالي ودركا راني ركبتها في داري. تركيبها سهل ويعني تجي بزاف كما نقولوا شكلها بزاف مليح وتمد منظر مليح. هنا طريقه التركيب تلقاوها مكتوبه في العلبه نتاعها. البنات هذه الساعه شريتها من موقع في الفيسبوك نسيت اسمه، يعني دوك نحوسكم عليه نحط لكم. وشريتها بدراهمي، يعني ما تقوليش اشهار والله. واللي تلقاها في الحوانت ممكن تلقاها باقل السعر يعني. من الحانوت ممكن تلقاها يعني اقل سعر من الصفحه، يعني اللي تتيح لها انها تخرج برا. ولا كاين بزاف معايا هنايا مشتركات يقولوا لي ماناش نخرجوا، يعني ورينا وقولي لنا من شريتي هذه وهذه باش حنا ثاني نشرو. لان ماناش نخرجوا برا، يعني ما نروحوا للحوانت. المهم البنات كما راكم تشوفوا هنايا غلفت الطاوله نتاعي تاع صالامونجي. كيما شفتوا قبل كانت فيها واحد الزجاجه هكذا كبيره ماهيش ماده منظر مليح وزاد تكسرت لي بجهه، يعني بجهات تنحت منها واحد المورسو هكذاك. فيعني قررت اني نبدلها وكي نحل الزجاجه يعني تقعد هذيك اللوحه نتاع الطابله تقعد ماهيش محميه. وخاصه مع الحواف اون كيصح فيها ماء، والله على بالكم باللي طاوله نتاع اكل يعني قادر تصرى فيها اي حاجه. خممت اني نغلفها، شريت لها الغلاف اللي كيما اللي غلفته في الصال دو با، يعني كنت شفتوه في فيديو قديم عندي. نفس الغلاف هذاك عاودت شريته وغلفت به الطاوله. يعني وللاسف راح لي المقطع اللي غلفت به البنات، والله حوست شكتني محيته في التليفون لانه هذا المقطع كنت صورته يعني عنده مده ومحيته بالخطا. معليش نعاود معكم طريقه التغليف لانه شويه يعني فيها صبر. وكاين بزاف قنوات مورين كيفاش تغلفوا يعني الاوتوكولون على سواء يعني هنا في مابل ولا في يعني كيما البوطاجي، يعني كاين بزاف يعني غلفوا يعني عاودوا التغليف في ديارهم. مورين يعني الطريقه كيفاش. انا والله غير صدقوني كنت حابه نوريكم بزاف نصائح بصح الله غالب راح لي المقطع. ان شاء الله راح نغلف حوايج اخرين راح نزيد نشارك معكم. وهذا الغلاف البنات راني شريت غلاف نتاع الكرارس كنت قلتها لكم من قبل، وتبيع عند هذوك اللي يبيعوا اللي يخدموا الماتريكيل ويخدموا المفاتح، يعني الدوبل تاع المفتاح تلقاوه عندهم يبيعوه بالمتر. وجاي كما راكم تشوفوا يعني بلون ناج يعني ابيض ناصع، وجاي هكذا اون بلاستيك يعني يحمل الماء ويحمل كلش. انا غلفته باش الماء ما يدخلش في الجوانب. المهم وهنايا جيت لهذا البايو اللي كنت كومونديتو. صراحه هذا شفتو موديل عند يعني في الانستغرام هكذا عجبني الشكل وحبيت نخدم كيفو. كي بعثت للسيد اللي يخدم قال لي نخدم لك، وانما لي بواني ما كانش هذوك لي بواني هما اصلا كيما نقولوا الشكل كامل والتحفه تاعو في لي بواني تاعو جايين شكل كاري. ما كانش هنا للاسف. وقال دار لي هذو اللي انا اللي خيرتهم صراحه، دار لي هذو لي بواني ومن تحت جاي مخدوم بالفيرفورجي، يعني يجي متناسق مع الطابله نتاعي تاع الفيرفورجي. خدمته عند يعني عند عجابي. يعني دوك نخليكم الصفحه نتاعو تاع الفيسبوك اللي نفسه اللي خدمت عنده الطابله، يعني هذيك الطابل باسك اللي شفتوها، يعني هذيك الدوبلي بنفس الخدمه من تحت حديد ومن فوق بالمدياف. كما راكم تشوفوا هنايا خدمه لا فينيسيون ما كانش ولا غلطه، يعني والله صدقوني خدمه ما شاء الله. على بالي يقولوا لي ممكن راه اشهار ولا والله صدقوني بنات سلكتوا بدراهمي، يعني مش باه ما تقولوش باللي ممكن اشهار ولا. وراكم تشوفوا كيفاش جاني، يعني ما في حتى كيما نقولوا ما في حتى ديفو. ومغلف بالبلاستيك كانت فيه شويه غبره نتاع لاتوليكم على بالكم. هنا راني نمسح فيه بهذا المنظف تاع المابل تاع نايس بلوس. منظف بزاف مليح كنت وريت لكم من قبل. وكما راكم تشوفوا انا نظفته باش نحط فيه الماء.
اللماع اللي راح نحطهم هنا البنات هما نفسهم اللماع اللي كانوا في البايو نتاعو القديم، وما انه هذاك القديم يبان كبير في الحجم، هذا يبان باللي اقل منه لانه ماهوش جاي حتى للارض. بصح صدقوني هز لي كامل اللماع اللي كانوا في الاخر. يعني جاني عريض من داخل، ويعني واش نقول لكم، خدمه صح صح سوليد وجاي ثقيل، يعني ما يقدرش يهزو اي واحد. اما بالنسبه للحجم والمتراج انت ديري واش حبيتي او الشكل، يعني ترسميه هكذا ولا تجيبي من بانتيرست ولا اي موديل يعجبك وتكوموندي عليه يخدموه لك. المهم تكون الخدمه فيني وحاجه كيما نقولوا نقيه وما فيها حتى ديفو. مسحته من داخل ومن برا. البيبان هذو جايين هاي جلوس، يعني في الكاليتي المليحه. هنا راني كنت ندير في تنظيف للصالون. وكان يعني كنت جبته بايامات، حطيته ما مسيتوش كامل حتى جا هذا نهار درت ميناج للصالون وبدلت كما قلت لكم لماعن من البايو الاخر لهذا. وكانت عندي اختي هنا هي اللي عاونتني، هي اللي هزت لي لماعن وعاودت فرزتهم لي هنا وعاودت نظمتهم لي في داخل هذا البايو. المهم هنا كما راكم تشوفوا الرجلين راهم جايين فير فورجي، وزدت انا قلت له من تحت يعني ما تحطليش الحديده على الارض. كاين واحد العفسات هكذا من تحت تاع بلاستيك، يعني يتحطوا باش اونكا كي تسيقي ولا الماء هكذاك، باش هذاك الحديد ما يدخلوش الماء ويتصدى لي. دار لي فيه واحد الدويرات هكذا. انا شفتهم يعني في مابل واحد اخر، وكي بروبوزيت عليه قال لي معليش مش مشكل نديرهم لك. قلت له باش ما يقعدش الحديد على الارض، ونقدر ثاني كي نعود حابه نبدل من بلاصه لبلاصه نقدر نكركر، كنت تعود في هذيك البلاستيك من تحت يتكركر لي بسهوله كيما هذوك الكنابيات اللي كانوا عندي البيض هذوك اللي في الشومبرا، ثاني فيهم واحد العفسات من تحت تاع بلاستيك كي تجي تكركريم بورتو حتى هما ثقال، بصح كي تكركريم يفوتوا بسهوله. وهنا راح نشارك معكم وصفه تاع الكريب. راح نقول لكم واحد السر صغير اكتشفته مؤخرا باش يجينا الكريب تاعنا مقرمشين. انا ما درتوش يعني في ذي الوصفه، وانما راح نقول لكم عليه اللي تحب يعني الكريب تاعها يجوا مقرمشين. هنا انا عندي زوج حبات نتاع البيض، درت لهم ملعقه نتاع السكر، ودرت لهم رشه نتاع الملح وملعقه نتاع زيت. هنا درت ملعقه فقط لاني راح نضيف ملعقه تاع الشوكولاته الطالي، وعلى بالكم بلي هذيك الشوكولاته تاع الطالي فيها الدهون. تقدروا ديروها اختياريه كما تقدروا ديروا الكاكاو. انا هنايا ضفت ملعقه نتاع الشوكولاته وضفت نصف ملعقه تاع كاكاو في الاخير مع الفرينه. ضفت لها كاس نتاع حليب وخلطت كامل المكونات مع بعضهم، ومن بعدها ضفت الفرينه بشويه البنات باش ما تكتلكمش، ومن الاحسن انكم لازم تغربلوها قبل ما تضيفوها. وضفت كما قلت لكم ملعقه صغيره نتاع او نصف ملعقه نتاع الكاكاو باش يزيد يعزز لي الطعم تاع الشوكولا. وراح نقول لكم على السر الصغير اللي يخلي الكريب تاعك يجوا مقرمشين، انك تخفي او تنقصي من كميه الفرينه. يعني قد ما نقصتي كميه الفرينه ودرتي الخليط تاعك خفيف راح تجيك الكريب تاعكم مقرمشين اكثر. يعني كيما الكميه هذه اللي درتها ديروها تقريبا واحد 3 ملاعق كبار نتاع فرينه فقط. انا هنا درت كاس نقص اصبع نتاع فرينه، راح ندير يعني الوصفه التقليديه، بصح لاحظت اني قد ما نقص الفرينه قد ما الخليط نتاعي يعني او الكريب نتاعي راح يجيني مقرمش اكثر. والسر الثاني اللي نعرفوه كامل انه طيب على نار قليله وطولي وانتي طيبي فيها، يعني تقولي تقلبي فيها من جهه لجهه حتى تمدنا هذاك القوام المقرمش. وهنا كل ما نجي راح نكب هذاك الخليط نتاع الكريب تاعي، نهز المقله من النار، يعني نكبها ونعاود نحطها على النار هكذاك باش تجيكم الكريب تاعكم متحوفه وكما نقولوا ما يصراكمش فيها مشكل. المهم البنات كما راكم تشوفوا هنا راني اشاك فوا نتشهى حاجه حلوه، يعني كل يوم راني ندير في حاجه حلوه على بالكم مع الرضاعه وكلش. انا دائما في الرضاعه يعني نتشهى الحوايج الحلوين ما باليش علاش. وكان عندي بزاف مشاكل في الرضاعه هذه المره. صراحه انا ننصحكم واحد النصيحه، يعني انا حاجه غلطه انا درتها وما نتمناش انكم نتوما ديروها. انا من كنت بالحمل كنت مانيش دايره ريجيم، يعني ناكل اي حاجه نشرب الغازوز، المهم مانيش دايره كامل الريجيم. وكي زيدت من اول مره يعني رضع فيها بني، نهار الاول ما رضعتوش ما كنت في البيطال، كي خرجت يعني هذاك الدوزيام جور كي رضعته بيته قاعده هذيك اللي بيتي يبكي. انا ما صدقتش باللي غاز يعني يديروا هذيك البكيه كامل، يعني من الليل من شاو الليل حتى للصباح. على 6 تاع الصباح بعثت للمسيو قلت له ندير الطبيب، يعني سيغمون كش ما في حاجه كش ما عنده مشكل، ماهوش بكي نورمال، لانه صباح بحى من البكي تيرمون بكى بزاف صباح، يعني الصوت تاعو راح. رحت للطبيب وقالوا لي شحال عمره، قلت لهم عمره يومين فقط.
وعقبوني، يعني عقبتني ديك الفرمليه طول. لانه ثاني قاعد يبكي، يعني ما سكتش وهو عند الطبيب حتى دخلنا لداخل، وقال لي راه عنده لي غاز وعنده غاز كبير، ويعني من زاد يعني بالغاز نتاعو، لاني انا اصلا ما كنتش محافظه على روحي كما قلت لكم قبل الولاده. يعني هذه نصيحه لكم، يعني الوحده باش تريح روحها وعلى بالك فتره نفاس شويه صعيبه، وباش يعني البيبي تاعها يجيها هادي وكلش، تحاول انها دير ريجيم وتنظم يعني الماكله نتاعها. انا من هذاك النهار دار لي طبيب ريجيم، قال لي يعني نقص بزاف حوايج، يعني عندي تقريبا هذه المده كامل وانا بالريجيم، يعني ما ناكلش اي حاجه. نحيد بزاف حوايج، يعني ناكل غير لي سوب تاع الخضره والبيطراف، و يعني سلطه تاع بيطراف وحوايج يعني خفاف، ونحلي القليان، البقوليات، الكازوز، القهوه لا تاي، قال لي القهوه اذا حاكمه عليك شربي فنجان واحد فقط. وقال لي بعدي على القلقه وعلى الستريس، باش يكون الحليب تاعك مفيد. شوفوا صرالي البارح واحد الموقف، يعني صارت لي واحد الضربه هكذا، تقلقت فيها، ومع تقلقت هذيك العشيه يعني قاعد يوجع فيا صدري، يعني مانيش قادره كامل نتحرك منه، غير هكذا ذراعي ما نقدرش نهزو تالمو، يعني هذاك الالم. وهذا الشيء دائما يصل الوحده، يعني كي تعود ترضع يعني تسخف على ماكله، والله يصلها مشكل كيما هكذا، يوجعها صدرها وتجيها الحمى. وهذه حالة معروفة عند كامل النساء يعني المرضعات. ويعني كما يقول المثل الشهير، يعني خاصة الواحد كي يظلم ولية والله، يقول لك عوم في بحر غارق وما تعومش في دموع الولية، ودمعتها لما جاتك في الصحة تجيك في الذرية. وبهذا المثل نكون ختمت معكم الفيديو تاع نهار اليوم. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، نتمنى اني نكون عند حسن ظنكم. خليتكم في رعاية الرحمن، والى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله.